الصيف هيبدأ كمان كام يوم وهتلاقي الخناقة التقليدية ما بين الاسكندرانية والناس اللي جاية تصيف من الأقاليم. الناس في اسكندرية بتشوف نفسها إن هي معاها جنسية تانية أو من كوكب تاني. أخير الأخ مصري لا اسكندراني. برغم إن حاليا نص سكان اسكندرية بيعيشوا في مناطق كانت تابعة زمان لمنطقة كفر الدوار زي البطاش والحضرة وحجر النواتية وأبو قير والسيوف. لو حابب تعرف الحكاية تعال أحكيها. واحنا بنقلب لقينا في دليل زمان لعمد ومشايخ مصر سنه 1935 كان بيضم اسامي العمد والمشايخ للقرى. اكتشفنا فيه ان اغلب المناطق في اسكندريه حديثا كانت بتتبع زمان التقسيم الاداري لمنطقه كفر الدوار، يعني كانت تبع محافظه البحيره زي الدخيله، وكان عمدتها في الوقت ده حسن علي ناجي اللي هو من عيله ناجي، وفي مسجد مشهور في الدخيله بنفس الاسم. وكمان البطاش وكان عمدتها في الوقت ده الحاج سالم ابراهيم الطيار، وفي مسجد على اول البطاش بنفس الاسم مسجد الطيار ودي صورته. اما بقى في شرق المدينه كان في منطقه زي حجر النواتيه وكان عمدتها في الوقت ده جمعه ابراهيم البكاتوشي، وحاليا في منطقه حجر النواتيه في عزبه كامله بنفس الاسم اسمها عزبه البكاتوشي. طبعا ده غير الحضره وخورشيد وابيس وابو قير، وكل المناطق دي كانت تبع لكفر الدوار. المناطق دي فضلت تبع كفر الدوار لحد سنه 1955 لما جاء قانون باجراء تعديلات في التقسيم الاداري لجمهوريه مصر العربيه بعد ثوره 52. فصلوا المناطق دي عن كفر الدوار وضموها لمحافظه الاسكندريه. فيا ريت صحابنا اللي عايشين في الحضره ولا في العجمي ولا في السيوف ومفكر نفسه ان هو اسكندراني ومعاه الباسبور الاسكندراني الاصلي، يا ريت يفتكر ان لحد وقت قريب هو كان تبع كفر الدوار اللي كانت محافظه البحيره. ويا ريت ما يتضايقش لو شاف حد من الاقاليم في الصيف جاي بيتفسح، لان مفيش حاجه اسمها اسكندراني اصيل واسكندراني مش اصيل. كنت معاكم خالد سعيد في معلومه في